من استديوهات الفضائية الإريترية في العاصمة أسمرة، أهلا ومرحبا بكم أيها السادة المشاهدين. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، وكالمعتاد نبدأها بأهم وأبرز العناوين. أضرار في الأرواح والممتلكات في شمال البحر الأحمر جراء الأمطار. نفير في وادي لبكة لصيانة الحواجز المائية. دعم المعاقين والمحتاجين في عنسبة والجنوبي. ميليشيات في الكونغو تقتل 16 قرويا بشرق البلاد. بومبيو يصل إلى براغ في مستهل جولة لدول وسط أوروبا. رئيس الفلبين يثق كثيرا في لقاح روسي محتمل لكورونا. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدين. أحدثت الرياح القوية التي صاحبت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مديريتي قلعلو وشعب ودهلك بأقليم شمال البحر الأحمر الأضرار بالأرواح والممتلكات، خاصة القرى الكائنة على شواطئ البحر. ولقى شخصا واحد مصرعه جراء قارب الصيد، بينما دمر 30 منزلا في ضواحي جمهيلة ودهلك كبير وصغير، واقتلاع الألواح الزنك من سقف مركز جمهيلة الصحي، وتدمير عدد كبير من الأشجار في ضاحية ديلوح، وتعطيل 8 قوارب. ونفق 5 جمال و30 رأس من الأغنام والماعز، وانهيار حاجز مائي بسبب السيول في ضواحي بويا وبدا وإنجل وبلدة قلعلو، وإلحاق أضرار بالمساكن والمدارس في قلعلو جراء الأمطار التي هطلت في 7 أغسطس في مديرية قلعلو. وفي مديرية شعب انهارت الحواجز المائية والقنوات التحويلية للمزارع، وتدمير مساحات كبيرة من المزارع والبنى التحتية الزراعية. طالب مزارعو وادي لبكة الحصول على الدعم الآلي في أعمال الصيانة التي يقومون بها للحواجز المائية الزراعية التي انهارت جراء السيول. وأوضح المزارعون أنهم يقومون بإصلاح الحواجز المائية التي تسقي مزارع قادم حليب وجماهير وأبرارا وعرباي وحناي، وانهارت جراء السيول التي انحدرت في الأيام الماضية، ويحتاجون لدعم آلي. وذكر مدير ضاحية قادم حليب السيد محمد علي عابو الضرر الكبيرة التي وقعت على الحاجز المائي، خاصة حاجزين رئيسيين، وأن صيانته أكبر من قدرات المزارعين. تم إدخال معدات طبية جديدة في عيادة ملبسو بمديرية حلحل في إطار جهود توسيع وتطوير الخدمات الصحية. وقال مسؤول العيادة الممرض كوخب أبراهام أن العيادة التي تخدم سكان ضواحي قرصت ورهي وملبسو وأنكرابيت عن قرب أو بتنقل الكادر الصحي لتقديم خدمات التطعيم للأمهات والأطفال. وتم تجهيز معدات التحاليل لينتهي الترحال إلى كرن لإجراء التحاليل الطبية. وذكر وجود كادر صحي يقدم خدمات الصيدلة والتحاليل والولادة والنصح والإرشاد، مشيرا إلى ارتفاع الولادة إلى 15% في الأشهر ال6 الماضية لإرساء عنابر انتظار الحوامل والأمهات، وكذلك ارتفاع تغطية التطعيم بحوالي 38% ورعاية الحوامل ب27%. وأوضح تنفيذ مهام جيدة لمكافحة الأمراض المعدية عامة وأمراض المياه والملاريا خاصة. ويوجد في مديرية حلحل مركز صحي وعيادتين في ملبسو وقبي ألبو، ويجري بناء عيادة في قرصت بتكلفة 7.5 مليون نقفة.
تلقى المعاقون والمحتاجون في إقليمي عنسبة والجنوبية الدعم وإعفاءات الإيجارات البيوت. وقدمت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب فرع إقليم عنسبة الدعم المالي ل 364 من أعضائها في 9 مديريات الإقليم وتوزيع 322,800 نقفة للمحتاجين في دقم حري دنبزان بمديرية عد كاليزان و5,000 نقفة للمحتاجين في عد قلاقل. وقدمت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب الدعم المالي ل11 أسرة في مديرية عد قيح وتقديم مزورة ل77 أسرة في ضاحية سافيرا. وفي مديرية مندفرة قدمت جمعية المعاقين ذهنيا دعم الغذاء ومواد النظافة ل32 من أعضائها وتوزيع مبلغ 146 ألف نقفة لأسر الشهداء والمحتاجين في عدي قاول. في غضون ذلك عفى أصحاب البيوت مدفوعات المستأجرين في مديريات عدي تكاليزان وعدي قيح ومندفرة. دعا خبراء الزراعة الأسر لمزاولة الزراعة المنزلية الصحية والمربحة اقتصاديا. وأوضح الخبراء أن الزراعة المنزلية تجري في مساحة محدودة وبإمكانيات قليلة لتوفير الغذاء المتكامل للأسرة. أوضح مسؤول وحدة تنمية النباتات في مكتب وزارة الزراعة بإقليم عنسبة السيد كستي غويتوم أن الزراعة المنزلية لا تتطلب الكثير من الطاقات والمياه وتضمن إنتاج الخضروات والفواكه على مدى السنة لتوفير الاستهلاك المنزلي. وقال إن الزراعة المنزلية متداولة في إقليم عنسبة لكنها فقط في موسم الخريف ويجب مزاولتها على مدى العام. وأشار سكان مدينة كرن المزاولين للزراعة المنزلية أن هذا النشاط له فوائد اقتصادية وصحية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. قال جيش الكونغو الديمقراطية إن ميليشيات قتلت 16 شخصا خلال غارة على قرب شرق الجمهورية في مزيد من العنف العرقي الذي تحذر الأمم المتحدة من أنه قد يشكل جرائم ضد الإنسانية. وأجبرت هجمات ميليشيات وجماعات مسلحة مختلفة وأيضا عمليات الجيش المضادة أكثر من 400 ألف شخص على الفرار من منازلهم بين مارس ويونيو بحسب وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وأرسلت الحكومة الشهر الماضي عددا من أمراء الحرب السابقين، أحدهم كان أفرج عنه توا بعدما أمضى أكثر من 10 سنوات في السجن في لاهاي والكونغو بتهم ارتكاب جرائم حرب لإقناع مقاتلي الميليشيات بالاستسلام. وبعد عقد من الهدوء النسبي استؤنف القتال والهجمات المتبادلة في ديسمبر 2017 غالبا بسبب صراعات على الأرض. وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى براغ وفق التلفزيون الرسمي في مستهل لزيارة تستمر 5 أيام إلى دول وسط أوروبا لمناقشة مسائل عدة أبرزها دور الصين في تأسيس شبكات الجيل الخامس من الإنترنت. وسيقضي بومبيو يومين في تشيكيا قبل أن يتوجه إلى سلوفينيا والنمسا وبولندا حليفة بلاده التي تستعد لاستقبال بعض الجنود الأمريكيين المغادرين ألمانيا لحمايتها في وجه الخصم التاريخي روسيا. وستركز الجولة على حملة بومبيو لإقناع الدول الأوروبية بخفض اعتمادها على الطاقة الروسية وعدم التعامل مع هواوي مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة التي تعتبرها واشنطن مصدر تهديد في وقت تغود جهود تطوير شبكات الإنترنت من الجيل الخامس فائقة السرعة. ومن المقرر أن يجري بومبيو برفقة نظيرها التشيكي توماس بيترشيك زيارة إلى بيلزن لتكريم الجنود الأمريكيين الذين حرروا المدينة الواقعة في غرب تشيكيا سنة 1945. ويتوقع أن يزور سلوفينيا في اليوم التالي لتوقيع اتفاق ثنائي على صلة بأمن شبكات الجيل الخامس من الإنترنت.
أشاد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بالجهود الروسية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وأبدى استعداده للمشاركة في تجربته، وذلك فيما رحب بعرض الروسي لإمداد مانيلا باللقاح قائلا إنه يتوقع أن يكون دون مقابل. وتتوقع روسيا الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس هذا الشهر، وعبرت عن استعدادها لإمداد الفلبين به أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة. ولتهدئة مخاوف الناس، عرض دوترتي أن يكون فأر تجارب عندما يصل اللقاح الجديد قائلا: يمكنني أن أكون أول من يخضعونه للتجربة. وقال مكتبه إن الفلبين مستعدة للعمل مع روسيا على تجارب اللقاح وإمداداته وإنتاجه. وأثار السباق العالمي المحموم لتوفير لقاح مضاد لفيروس مخاوف من أن تأتي اعتبارات السرعة والهيبة الوطنية على حساب السلامة. الخبر الأخير في هذه النشرة: لجأ الأردنيون إلى وسيلة جديدة للتنفيس عن غضبهم بعد جائحة كورونا من خلال إلقاء الفؤوس على أهداف وضعت أمامهم في متجر بالعاصمة عمان. وتمكن غرف التنفيس عن الغضب في عمان الأردنيين من تفريق شحنات غضبهم، بما في ذلك تدمير أجهزة التلفزيون ورمي الأطباق على الحائط، هذا إلى جانب رمي الفؤوس. ونقلت رويترز عن صاحب المتجر علاء الدين عطاري قوله إنه هناك اهتماما متزايد بهذه الأنشطة في وقت يبحث فيه الناس عن أساليب جديدة للترفيه، مع استمرار بعض القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. ويجب اتباع قواعد السلامة، ويتعين على اللاعبين التوقيع على إقرار بتحميل المسؤولية كاملة عن مشاركاتهم في اللعبة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.